ناس كتير اتكلمت عن الوسائط في مصر، الواسطه واللعيبه ابناء العاملين، وناس كتير اتكلمت عن التزوير والتسنين. وجد انه في 7 لاعبين من قوام منتخب 2008 اعمارهم غير حقيقيه. ده مش مسنن، سقط خير، يعني سقط من الخير كده وهو ايده النهارده. بس محدش جاب سيره الانديه الاستثماري، النادي اللي هتدفع عشان تلعب. النهارده هحكي لك قصتي مع الانديه الاستثماري بالتفاصيل من طقطق لسلام عليكم. ما بقاش موجود ده. بقيت الناس كأن النادي بقى استثماري. الراجل اللي بيجي يدفع فابنه بيلعب، اللي ابوه غلبان ما بيلعبش كوره. القصه بتبتدي في المدرسه، كنت طالب فاشل بس بشهاده الكل كنت لعيب كوره ما حصلش. مين الواد ده يا سيد؟ ده انت ما شفتوش وهو بينطق الكره بدماغه لغايه المدرسه. اسمه الواد ده يا سيد؟ اسمه مالك او بالنعمه، ده ملوش حل. كان باين عليا قوي ان انا فارق عن زمايلي، وكنت دايما بلعب مع اصحابي اللي اكبر مني دوري مدارس، وكان كده كده بتاعنا كل دوراتي الرمضانيه كده كده ضامنينها. الناس كلها كانت بتقول لي انت ازاي مش بتلعب في نادي لغايه دلوقتي وحرام عليك نفسك. عايز ابدي اعجابي بابن حضرتك. بصراحه كلامه حمسني، بدات اتخيل نفسي لعيب كوره كبير وفلوس بتنزل عليا زي الرز وشهره، واللعيب راح واللعيب جه. دخلت دورت على ميعاد الاختبارات وفضلت اتمرن طول الاجازه لغايه ما جه ميعاد الاختبارات. صحيت يومها، فطرت ونزلت على طول، وصلت النادي ونزلت الاختبار، ومع اول 5 دقايق لقيتهم بينادوني وبيسالوني عن اسمي وسني. اتقبلت في اول اختبار والتاني والتالت. طب حلو، شكل الناس كلامها صح وان انا لعيب مميز. بدات اروح مع الفرقه وضمنت ان انا همضي معاهم خلاص، وكل اللعيبه بقت صحابي وهم شايفيني لعيب كويس، وكله مستني ان انا اجيب ورقه. يعدي شهر واتنين ومحدش يطلب مني الورق. بدأت أقلق بس فضلت مستني لغاية ما جه لعيب بيلعب مكاني تبع الكابتن، وبان على شكله وجسمه إن ده أكبر مني ب5 أو 6 سنين على الأقل. ساعتها فهمت إن الكورة في مصر بتتلعب بطريقة من 3، يا إما تسنن وتزور، أو يبقى عندك معارف ووسايط، يا إما تدفع علشان تلعب. ودي قصة النهاردة، الأندية الاستثمارية. وقال لك بعد ما اختبرت وقبلت قال لك عايزين مني 20,000 جنيه، دي على مسؤوليته. هفهمك عن ايه نادي استثماري بس قدام شويه. المهم نرجع لقصتنا. ساعتها مشوني من الفرقه بعد 2-3 شهور، وجالي احساس بالظلم، وخدت قرار ان انا اشيل الكوره من دماغي خالص، عشان شفت بعيني الظلم والواسطه والتسنين. فخلاص انا كده كده ماليش فرصه. تعدي الايام ورجعت العب خماسي تاني مع اصحابي واخش دورات رمضان، واسمي كان معروف عندنا في المنطقه، لغايه ما في يوم لقيت كابتن كلمني وبيقول لي ان هو مدير فني الفرقه درجه رابعه، وشايف ان انا لعيب كويس وبيجمع فرقه كويسه وعنده حلم، وقاعد يلعب في دماغي تاني ويرجع لي حلم الكوره تاني، وانه شايف فيا لعيب كبير واتظلم والكلام ده، وعلى الاقل خد النادي ده خطوه ليك. وكل اللعيبه بداوا من تحت. كل ده بيشد رجلي الحاجه، وانا كان عندي 17 سنه ومش فاهم حاجه قوي، بس هو عمال يلعب على حته ان انا خلاص 17 سنه، لو ما لعبتش السنتين دول هبطل كوره خالص. فعلى الاقل خد النادي ده خطوه ليك، وقعد يقنعني ان هو هيسوقني وهيقف جنبي علشان اروح نادي كبير السنه الجايه. الراجل سبحان الله حبني لله في الله كده، ما تقولش ابويا. فضل يرغي ويرغي وانا سرحت خلاص، وعمال اقول لنفسي مكتوبه لك، وبدات اشوف نفسي لعيب كوره تاني، والناس بتجري عليا وبتنادي باسمي في الاستاد. كل ده وهو معايا في التليفون وعمال بيرغي لغايه ما قال ان النادي استثماري. انا ساعتها وقفت كده لحظه وسالته يعني ايه استثماري. هاتوا الفلوس اللي عليكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم. الانديه الاستثماري باختصار النادي بدل ما بيدي للعيب فلوس بيخلي اللعيب يدفع علشان يلعب دوري ويتأيد في الفريق. تلعب باك ليفت. ايه ده؟ محشي خط النص. طب ليه ده بيحصل يا كابتن غزال؟ كابتن غزال ده انا اللي بكلمك. علشان الانديه بقت بتعاني ماديا وما بتقدرش تصرف على كل الفرق في قطاع الناشئين، فالانديه بقت تخلي فرقه واتنين من القطاع استثماري علشان الفرقتين دول يصرفوا على بقيه القطاع كله. ساعات النادي بيتجاشع وبيخلي كل الفرق اللي في القطاع استثماري، وساعات النادي بيعمل فريق ب ويخلي الفريق ده كأنه فرع تاني بس بيبقى استثماري. وهتلاقي انديه كتير بتعمل الحوار ده، فرع تاني ها. وهتلاقي انديه زي الاسماعيلي والمصري للاتصالات ومصر المقاصه بيعملوا الحوار ده. وساعات فرقه درجه رابعه بتسمي انديتها باسامي الفرق الكبيره زي الاسماعيلي القاهري والزمالك المطروحي والاهلي النرويجي والبتنجاني والكلام ده. وساعات بيجي مستثمر بيشتري فرقه من النادي وبيخليها استثماري بغرض الربح، مكسب وفلوس. ده الحوار ده بيطلع ملايين. استنى ده انا هحكي لك. وعلشان يطلع كسبان طبعا لازم يخلي كل اللعيبه تدفع علشان يغطي على المصاريف اللي هو دفعها في الاول ويطلع كسبان كمان. الموضوع مش مقتصر على الانديه الصغيره بس، ده اكبر الانديه في مصر بقى فيها فرقه استثماري. فالنهارده انا همسك المسدس وعمره وافهمك النصبايه دي دايره ازاي، وايه مشاكل الانديه الاستثماري دي، وبياخدوا كام في الشهر، وايه اشهر الانديه اللي بتطبق النظام ده في مصر، وخلص لك عليهم.
اللي حضر الجن وما يعرفش يصرفه يعرف ان الجن هيقرفه. نرجع للكابتن. ساعتها اداني ميعاد وقال هيفهمني كل حاجه، بس واجهتني اول مشكله. النادي كان بعيد عن البيت حوالي ساعتين 3. قلت مش مهم، وان النجاح مش بيجي بسهوله، وكل شويه افكر نفسي ان دي خطوه والسنه الجايه هبقى في حته احسن ان شاء الله. وصلت النادي ويا ريتني ما وصلت. اولا كده ده مش نادي، ده ملعب 11 والدنيا جايه عليه قوي، النجيله بايظه ومقطعه كده اكنك واقف على اسمنت. من جوايا كده بدات اخاف من الفكره، بس بصبر نفسي هي سنه وهروح حته احسن ان شاء الله. دخلت الملعب واستنيت الكابتن واخيرا شفته، بس المنظر ما كانش زي اللي في دماغي خالص. كابتن جسمه مليان بشكل مش طبيعي، مبهدل كده، شكله عصبي، خلقه ضيق، مش مواصفات مدرب ابدا يعني. قلت جوه نفسي عادي هي سنه بقى خلاص. غيرت ونزلت مع الفرقه، سخنا شويه ولعبنا تقسيمه، وبان عليا ان انا كويس قوي وسطهم. ولو انت لعبت كوره قبل كده هتعرف ان لما يجي لعيب كويس الفرقه كلها بتصاحبه وبيدخلوه وسطهم بسرعه. خلصت التمرين الحمد لله، غيرت وخلاص هروح، ورحت رايح للكابتن اسلم عليه. راح الكابتن مسك ايدي كده في السلام ومرضاش يسيبها، وراح ضحك لي وقال لي 20 جنيه ايجار الملعب. 20 يعني فلوس؟ رشوه يعني؟ رشا 20 جنيه 20 جنيه بتاعت ايه؟ ولما هي جاري ملعب انا مالي؟ هو مش المفروض انا لعيب؟ انا ماليش دعوه انا بالقصه دي خالص. طبعا الكلام ده كله جوه عقلي. انا ساعتها اتكسفت بصراحه واديته فلوس ومشيت. وانا مروح قابلني واحد من الفرقه طريقه زي طريقي، فركبنا مع بعض. في وسط ما احنا راكبين وبندردش وطى عليا كده وقال لي ها دفعت كام؟ دفعت ايه دفعت دي؟ قال لي ان هنا كله بيدفع على حسب مستواه، لو انت كويس هتدفع رقم، ولو انت على قدك هتدفع رقم. استغربت وقلت له على قدي؟ على قدي ازاي يعني؟ هو مش المفروض احنا فرقه وكل اللعيبه في الفرقه كويسين ولعيبه؟ رد عليا وقال لي انت ما تعرفش حاجه، ده في ناس بتدفع علشان يبقى اسمها بتلعب في نادي بس، وفي ناس بتدفع علشان يطلع لها كارنيه وتشتغل في المستقبل حكم او مدرب، وفي ناس اهلها معاها فلوس فبيحبوا يخلوا عيالهم ينشغلوا بحاجه خصوصا لو كوره. فضلت قاعد مستغرب كده وهو بيحكي لي، يعني انا ما بعرفش العب كوره هدفع فلوس والعب عادي كده؟ ولازمتها ايه الاختبارات ولم الفلوس دي؟ طب واللي معهوش طيب هيعمل ايه؟ طب انا هدفع زيهم ولا ايه؟ فضلت افكر كده لغايه ما وصلنا. زميلي سلم عليا ومشي وسابني لدماغي توديني وتجيبني، لغايه ما خدت قرار ان الكوره دي مش مكتوبه لي، وشكرا يا كابتن وحلال عليك ال 20 جنيه. على رأي المثل، جيت لك يا عبد المعين عشان عايز اسالك على شويه حاجات كده. لقيتك يا عبد المعين انت اللي عايز تسالني على شويه حاجات كده. وارجع تاني 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 ونفس النقطة تاني تاني. يعدي اسبوع في التاني وما رحتش الفرقه، وتقريبا كده الكابتن نسيني. بدات اشغل دماغي باي حاجه، انزل على القهوه مع اصحابي اشوفهم هما بيشربوا سجاير، ابتديت اتاثر بيهم وشكلي كده عامل زيهم. روحت البيت ونايم على السرير وبفكر ايه الظلم ده؟ يعني عشان العب كوره ادفع فلوس؟ الكوره زمان كانت بتاعت الفقراء، واحسن لعيبه العالم كلهم قصصهم في بدايتها صعبه، زي لوكاكو اللي امه كانت بتضيف له ميه على اللبن علشان يشبع، وميسي كان هيبطل كوره علشان معهوش حق العلاج. ونروح لبعيد ليه؟ ابو تريكه نفسه اشتغل في مصنع طوب ووقف كوره فتره علشان يساعد اهله، ولولا ان النادي تكفل بفلوسه كان هيبطل كوره. بشتغل في الطوب في فتره معينه، فتره الصيف. مصنع طوب يعني؟ مصنع طوب. نمت وقلت خلاص واستعودت ربنا في حلمي. صحيت طبعا فاقد الشغف وبحاول اشغل وقتي في اي حاجه لغايه ما الكابتن اياب يرن عليا وبيسالني ما جيتش ليه. ابتديت افهمه ان الظروف عندي صعبه وان انا معيش فلوس ادفع، والكابتن عامل زي الشيطان شايفني عباره عن فلوس، عمال يسهل لي الدنيا بشكل مش طبيعي ويقول لي قسط لي فلوس وانا محتاجك في الفرقه معايا، وابتدى يحسسني ان انا نجم الفريق خلاص. يقول لي الدنيا سهله ومش هخليك تدفع زي بقيه اللعيبه وهتدفع اقل عشان انت لعيب مميز، وابتدى يفهمني ليه النادي اصلا استثماري. قعد يقول لي انت تدفع مبلغ بسيط عباره عن 3000 جنيه هتاخد مقابلهم ماتشات وديه والتامين بتوع الدوري، وان انا اتقيد في الاتحاد ويطلع لي كارنيه بتاع المسابقه وترابيزات بلياردو وبنج. قصدت توديني وتجيبني الماتشات اللي خارج ارضنا. انت راجل ذوق. الله يخليك يا باشا. الله راجل محترم. الله يخليك يا باشا. وقعد يفهمني ان ال 3000 جنيه دول ولا حاجه، وانه ما بياخدش فلوس في جيبه يا عيني، وان كل الفلوس خارجه عنه. بتكتب يا عم انت؟ بيكذب. ده بيكذب. ما اقتنعتش قوي بصراحه، بس ابتدى يلعب تاني على حته ان انا سني كبر وان هي سنه واحده، فبدل ما تبطل كوره ادفع فلوس احسن. انت بتهددني. صراحه اقنعني، وللاسف ضحك عليا بكلامه وضعفت ورحت نادي تاني. اصل بصراحه يعني مين ما كانش حلمه ان هو يبقى لعيب كوره؟ رجعت تاني التمرين وابتديت اتمرن وادفع ايجار الملعب، وكل مره يلففني حوالين الملعب لغايه ما نفسنا يتقطع ويرص لنا شويه كنزات كده وايماع على الارض، وننزل تقسيمه اخر نص ساعه ونروح وندفع. طب ايه؟ اعمل اي حاجه، اي جمل، ادينا محاضره، اضحك عليا باي حاجه، انت هاخد فلوس مش قليله. بصراحه ساعتها انا كنت مبسوط، كان عندي 16 سنه وبلعب في نادي وكابتن الفرقه، وكل يوم رايح النادي وراجع من النادي، والدنيا ماشيه معايا زبادي خلاط لغايه ما جه وقت لم الفلوس. هات الفلوس اللي عليكم يا رجاله عشان المره الجايه اجيب اساميكم.
بقالي 5 شهور بدفع الفلوس في ميعادها، بس حصل لي ظرف في البيت والدنيا زنقت معايا شويه فما دفعتش، بس اديت للكابتن وعد ان الشهر الجاي مش هاخر عليه. وهوب اول ماتش بعد ما كلمته قعدت دك، استغربت جدا، امال فين كلامك ووعودك ليا ونجم الفرقه وبتاع. بس زي ما قلت لك من شويه هو مش باصص لحاجه غير الماديات. فهمت الدنيا وما بقتش اروح التمرين وقلت في نفسي انا ما بستفادش حاجه. الموقف ده زعلني قوي، خصوصا ان اللعيب اللي نزل مكاني كان على قده خالص. في الكوره مفيش حاجه اسمها هنزله ماتش دوري علشان يتعلم، مش موجوده في حته دي غير عندنا احنا في مصر. اي حته في العالم لو انت مستواك كويس هتلعب، لو مستواك ما يأهلكش انك تلعب دوري مش هتلعب اصلا في نادي. المهم قعدت فتره ما اروحش النادي، والكابتن تقريبا الدنيا زنقت معاه في الفلوس شويه وكلمني تاني وقعد يشرح لي ليه عمل كده، وان حرام عليه يبقى في حد دافع ما بيلعبش وفي حد ما دفعش بيلعب. للاسف هو كلامه منطقي بس هو مش صح، لان اصلا المبدا من الاول غلط. ولاش حد يقول لي انت وافقت من الاول. اسال اي ناشئ في مصر انت مجبور على الوضع ده، انت لو ما عملتش كده حرفيا هتبطل كوره. المهم لعب في دماغي تاني، بس انا كنت فهمت خلاص ان الاولويه للفلوس. انت اصلا مالكش في الشغلانه، انا ما تنفعش تبقى مدير مكان. انت اخرك بتاع حواوشي، وشك بتاع حواوشي يا متصابي. بدأت اهمل في التمرين خلاص وادفع فلوس في اول الشهر والعب الماتشات من غير ما اتمرن، وما يقدرش يكلمني لان انا كده كده دفعت له الفلوس. فضلنا كده لغايه اخر الموسم، وطبعا انا متعلمتش اي حاجه واتقفلت من الفرقه لغايه ما خلصنا كل الماتشات. وطبعا ما كسبناش غير ماتشين 3، واللي كسبناهم دول اصلا كانوا انسحاب، واللي كنا نلعبهم ونكسبهم كنا بنتاكد ان دول زيهم زينا نادي استثماري. المهم ان الموسم خلص وانا خدت قرار خلاص ان انا عمري ما هكمل في الفرقه. كرة السجان على الجدعان حسابه. الموسم خلص ورحت بتاع 6-7 فرق كده اختبر فيهم، والحمد لله اتقبلت في فرقه منهم. طلبوا مني الورق وخلصت كل الورق وعايز امضي عشان اتسجل معاهم رسمي، والاقي المفاجاه النادي الجميل اللي انا كنت مقيد فيه سجلني في حاجه اسمها قايمه اولى. اختصارا كده الكابتن بيختار 11 لعيب من اللي كانوا عنده اساسيين في الموسم اللي فات ويسجلهم في الموسم الجديد من غير بقى ما حد يعرف، واللي عايز يمشي لازم يدفع فلوس عباره عن 10000 جنيه 20000 جنيه على حسب انت رايح فين، وكل ده عشان تاخد ورقه اسمها الاستغناء. والله ما اعرف حضرتك، والله العظيم ما اعرف، انا دبلوم صنايعي. الكابتن بهاء كان اتكلم عليا في فيديو منفصل قبل كده، ساعتها حصل حاجه انا ما كنتش عايزها تحصل. رجعت النادي اللي انا كنت فيه وقعدت اتكلم مع الكابتن واقول له انت وعدتني. وحشتك انت تاني بالله عليك ما تقول حاجه. انت تاني انت مثل الاعلى، اتفضل وانا بره. ابن الشركه اتفضل وده بيتي بره. وانت اخويا الكبير. اتفضل بره يا اشوفك يقول الصغير. اتفضل بره يا عم، انسى الخلافات. طيب يا عم يروح حادفني للاداره، اكلم الاداره تحدفني للكابتن. هو في ايه؟ انتوا جايبيني هنا عشان تهزقوني؟ المهم ما وصلتش حل في الاخر، وقالوا لي يا تكمل معانا وتدفع 5000 جنيه رسوم الموسم الجديد، يا اما تدفع 10000 جنيه وتاخد الاستغناء. انا الحرام ده انت بيجح قوي. وطبعا مش عايز اقول لك معاملتهم معايا كانت عامله ازاي، اكيد انت فاهم. المهم الظروف كانت صعبه، والانديه الجميله دي نجحت انها تبطلني كوره، ودلوقتي انا قاعد في البيت وبتفرج على الناشئين اللي في سني في التلفزيون وبتحصل على نفسي وعلى موهبتي اللي ضاعوا. يلا الحمد لله. دلوقتي انا هكلمك عن خطوره الانديه الاستثماريه دي في مصر، وعايزك تركز معايا قوي. هو بطلت ليه يا معلم؟ نصيب بقى اخويا. يا بطلت كورة، حبست نفسي في أوضة، مبقتش نفس الشخص، مبقتش نفس الصورة. المشكله ان النادي لما بيقلب استثماري انت بتضيع حلم قطاع ناشئين بحاله. الفرقه فيها 30 لعيب وهم 12 فرقه، يعني انت حطمت حلم 360 لعيب بحسبه بسيطه. وخلي بالك ده في موسم واحد وفي نادي واحد، ما بالك بقى من ساعه ما الموضوع ده بدأ وكام نادي لغايه دلوقتي. ده غير ان كده مفيش مواهب ولا ناشئين هيطلعوا للفريق الاول، وكلهم هيعتمدوا على الصفقات. وادينا شفنا المقاولين والاسماعيلي حصل لهم ايه دلوقتي. وسبحان الله والله اول نادي في الممتاز كان بدأ موضوع الاستثمار ده كان نادي مقاولين، شوف ربنا عمل فيه ايه دلوقتي. طب انت عارف ان الزمالك باع فرقه من فرق الناشئين وخلاها استثماري في سنه من السنين؟ 6 مليون جنيه الزمالك حول 7 فرق من الناشئين والبراعم للقطاع الاستثماري، وده بيحصل لاول مره في تاريخ النادي. المعلومات دي كشف عنها الإعلامي عبد الناصر زيدان في برنامجه على قناة الشمس. غير كده انت احتكرت الكورة على اللي معاه فلوس، ومش اي فلوس كمان. الأندية اللي بتلعب في الممتاز بتطلب من اللعيبة فوق 50,000 جنيه في الموسم الواحد، والأهالي بتدفع عادي على أمل ان هما يبقى عندهم صلاح جديد. ولو انت نادي على قدك شوية هيطلبوا منك 5 و6 وعلني كده قدام الناس وعلى الفيسبوك والدنيا كلها عارفة وساكتة. ومتخليش حد يوهمك ان الفلوس دي قليلة قصاد اللي انت بتاخده، ان هو يسجلك في الاتحاد ويجيب لك باصات وتقومة والكلام اللهبل ده. رسوم القيد للعيب الدرجة الرابعة في الفيرست تيم 500 جنيه، وانا هنا بكلمك على الفيرست تيم مش لعيب في الناشئين. طب نفترض ان 5000 جنيه دول فعلا هيعمل بيهم الحاجات اللي هو قالك عليهم بس، وده افتراضا طبعا، محدش هيعمل حاجة لله وللوطن كده. بصراحة انا مقدر ان الموارد قليلة والحكام والاسعاف والملاعب محتاجة فلوس، بس زي ما الكابتن بهاء قال وده رأيي انا بحترمه جدا. هل حد بعت لك فاكس كلاعب فاشل وقال لك معلش فدنا بخبراتك الفاشله وقوم افتح اكاديميه؟ بالظبط، محدش طلب منك تعمل كده. طالما انت عملت كده يبقى قصدك 100% ربحي ومش رياضي، وده بيلخص الحكايه كلها. الناس دي ما بقتش بتربي جيل كروي، الناس دي بقت بتدور على الربح السريع وبس. اهو عيل صغير بيقول لك مفيش كوره في مصر،
العب استثماري. انا هو اللي بقول لك العب استثماري. مش عليكش العب استثماري، العب استثماري، العب وادفع 2000 جنيه ولا 1000 ونص ولا 2000 ونص فلوسك. من انديه مصر كلها بقت استثماري، من الممتاز للدرجه الرابعه بقت استثماري. نقطه من اول الصف تروح انديه استثماري هتقعد في البيت. انديه الاستثمار مش كلها وحشه. عشان عليكش العب من انديه مصر كلها تروح انديه استثماري، من الممتاز للدرجه الرابعه بقت استثماري. اكيد ده ما يتسكتش عليه ابدا. هتلاقي ناس كتير بتحاول تجمل فكرة الاستثماري في عينك. 2000 جنيه وانك تتمرن مع نادي او حتى اي حاجه استثمار ب 2000 جنيه بس، اكيد طبعا 100 100. وتقول لك بدل ما تقعد في البيت سنة كاملة ادفع. ودول بيبقوا ناعين، نوع فعلا مقتنع ان ده الاصح ليك وبيكلموك من قلبهم فعلا، والناس دي غلط للاسف. وانا فهمتك في الفيديو ليه وازاي النادي ده هيضيع لك السنة دي كاملة، مش هيفيدك بحاجة، والاحسن ليك انك كنت تشتغل مع نفسك برايفت وتتمرن السنة دي، والسنة اللي بعدها تشوف نادي محترم. وهتلاقي ساعات الناس دي كانت مش حابة الاندية الاستثماري زي اللي انا حاططهم في الفيديو، ودول فعلا ناس كويسين، بس لما لقوا ان 99% من الاندية بقت استثماري كلامهم اتغير بناء على اللي هم شافوه. كلها بقت كده. انا في بدايات الاستثمار كنت رافض رفض تام. في منهم ناس مش كويسه برضو، ولما لقوا الحوار فيه سبوبه نطوا فيه. وادينا احنا على قد نيتنا الوسخه والغل اللي جوانا. تدفع لمين يا بيه؟ بطل عبط. تدفع لمين والايه وعشان ايه؟ هو ابوك سارق الفلوس؟ وخلي بالك اوعى تفتكر انك هتدفع مره واحده، انت كل سنه. هم بيحاولوا يخلوا ده الواقع بتاعنا ان الكوره دايما تبقى بفلوس، ومش هيحصل. نخش على تاني نوع بقى. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انت قصدك كده تبوظ؟ اسكت انت، انا عارف الناس دي كويس. النوع التاني بيبقى بيعلن عن الانديه الاستثماري وهو اصلا شغال فيها، بيبقى كابتن بقى بيسوق لنفسه الكلام ده، يقعد بقى يقنعك بالنادي بتاعه، ودول الله يسامحهم بياكلوا فلوس وهم عارفين ان مصدرها كذب واستغلال احلام الناس، وبيعملوها سبوبه. تخيل انت طالع لك من الراس 5 بواكي، احسب حسبتك وشوف انت هتكسب كام. المدربين اصلا ما بتبقاش مدربين ولا معاهم رخص ولا بيفهموا اي حاجه عن التدريب، وهتلاقي مشاكل بالكوم، مفيش عربيه اسعاف على ارضكم فتخسروا ماتش انسحاب، ومره معكش فلوس تدفع فتقعد على الدكه، ومره تدفع بس اللي دافعين زيك على الله فما تشمش الكوره طول الماتش. انت بتعمل ايه يا قلبي؟ روحي بتعمل ايه؟ هنلعب ماتش اجري كده. تعالى هنا يلا يا ابراهيم. يا جماعه اقسم بالله انا فاكر اننا كنا بنلم فلوس الحكام ومعرفناش نلمها فتحسب لنا ماتش انسحاب. هتلاقي كل الكلام ده في النادي اللي انت دخلته من الاول بدل ما تقعد السنه دي. فانا شايف انك ما تتسرعش وتشتغل على نفسك افيد لك من الحوار ده كله والله. وافتكر ان ما بني على باطل فهو باطل. حافظ يا حبيبي على نفسك، ما تلجأش للانديه الاستثماري. ايه ده؟ محدش ما قالكش العب استثماري، العب استثماري. طب انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ طب ايه الحل يا كابتن غزال؟ انا هقول لك ايه. انت مين يا عم انت؟ انا الضمير رخص عيشتك لو في سكه شمال. والله انا شايف ان يبقى في شويه رقابه على الحوار ده، بمعنى ان مش اي مستثمر معاه فلوس يقدر يشتري النادي ويدفع اللعيبه فلوس علشان يلم اللي هو دفعه، لا وكمان يطلع كسبان. والمفروض يبقى في قانون بالنسبه للمدربين اللي ماسكين الناشئين دي، مش اي حد قاعد فاضي وعايز يعمل سبوبه يعمل اكاديميه ويشتغل ويطلع له بلوكشه الفلوس دي. كمان لازم الناس تفهم وتعرف ان الانديه دي بتسرق فلوسك حرفيا ومن غير ولا مقابل، ولا مدربين معتمدين ولا ملاعب كويسه ولا بيئه تخليك تنجح اصلا ولا مستواك هيتطور. وصدقني لو لعبت استثماري نفسيتك هتبوظ وهتعوز تبطل كوره بدل ما يبقى حلمك انك تروح حته احسن. والدليل كلام الناس اللي جربوا الاستثماري وقدامك اهو. يا رب تكون فهمت النصابيه دي ماشيه ازاي واكون قدرت اسرد لك القصه كويس. تقديرا بقى لمجهودي ما تنساش اللايك والسبسكرايب. هتلاقي لينك التيك توك والفيسبوك والانستجرام تحت في الديسكربشن، وبقول لي رايك في الفيديو ولو لعبت نادي استثماري او تعرف حد لعب في نادي استثماري قول لنا رايك في التجربه دي. عم الضمير اشوف وشك بخير.